الشخصيات القليلة التي اجتمعت حولها آراء المعارضين قبل المؤيدين. إنه الزعيم المصري سعد زغلول. سعد زغلول من أبرز الشخصيات اللي خدت مكانة كبيرة في تاريخ مصر الحديث، وكان ليه دور ضخم في الكفاح عشان استقلال مصر من الاحتلال البريطاني. الزعيم اللي قاد ثورة 19 اللي غيرت مجرى التاريخ المصري. اتولد سعد زغلول في يوليو سنة 1859 في قرية إيبانة في محافظة الغربية. نشأ في عيلة متوسطة ودرس في الكتاب وبعدها الأزهر الشريف، وهناك اتعلم علوم الدين واللغة العربية. وبعد ما خلص دراسة الأزهر اشتغل في الصحافة والقضاء، وبعدها دخل عالم السياسة. سعد زغلول كان من أوائل المصريين اللي درسوا الحقوق في فرنسا، وده ساعده يطور مهاراته القانونية والسياسية، واللي بقى أكبر حزب سياسي في مصر وقتها. شغل سعد زغلول منصب وزير المعارف وبعدها وزير العدل في الحكومة المصرية، وكان من أشد المعارضين للاحتلال البريطاني، وطالب باستقلال مصر وحققها في تقرير مصيرها. أسس حزب الوفد سنة 1918 واللي بقى أكبر حزب سياسي في مصر وقتها. سعد زغلول قاد ثورة 19 ضد الاحتلال البريطاني بعد ما رفضت بريطانيا مطالب الوفد المصري بالاستقلال. الثورة بدأت سلمية لكنها تحولت لمواجهات عنيفة، ونجحت الثورة بتحقيق بعض المكاسب زي إعلان استقلال مصر سنة 1922، لكن الاستقلال كان شكلياً لحد كبير. بريطانيا وقتها نفت سعد زغلول مرتين بره مصر، الأولى لمالطا والتانية لسيشل، ووقت نفيه سعد الزغلول بقى رمز للنضال الوطني وازداد دعم الشعب المصري ليه. وبعد ما رجع من المنفى شغل منصب رئيس الوزراء سنة 1924، لكن فترة حكمه كانت قصيرة بسبب الخلافات مع البريطانيين ومعارضة الملك فؤاد. سعد زغلول مات في 23 أغسطس سنة 1927 واتدفن في ضريحه الشهير اللي تعرف ببيت الأمة في القاهرة. بقى رمز للوطنية والنضال من أجل الحرية والاستقلال في مصر، وإرثه السياسي لسه مؤثر لحد النهاردة. سعد زغلول كمان كان داعم لحقوق المرأة وساهم في تعليمها من خلال دوره كوزير للمعارف. وكمان زوجته صفية زغلول كانت شخصية قوية وداعمة ليه في نضاله السياسي. بعد ما مات اتحول بيته في القاهرة لمتحف اسمه بيت الأمة. سعد زغلول اتعرف بزعيم الأمة بسبب دوره القيادي في النضال الوطني، واللقب ده لسه مرتبط بيه لحد دلوقتي. وهيفضل سعد زغلول شخصية تاريخية مهمة جدا في مصر، وثورته سنة 1919 تعتبر من أهم الحركات الوطنية في العالم العربي.